أماناتكم وأنتم تعلمون. قلت الآن أنه يجب علينا أن نكون على قلب رجل واحد. من هو الرجل؟ الرجل المقصود هنا أن شخصا بعينه، إنما الرجل أن نكون جميعا نريد لهذه البلد أن يصلح الله تعالى شأنها وأن ينزع الرعب منه واطمئن. والله الذي لا إله غيره إن الله كتب لمصر الأمن والأمان، ودليل ذلك قوله جل جلاله ودخولوا مصر إن شاء الله آمنين. ذلك لا أقصده، إنما أقصد أن نتفق جميعا على شيء واحد، وهو قولنا يا رب أقم فينا من يقم فينا عدلك، أقم فينا من يقم فينا عدلك، أقم